تاريخ الجوع في السودان. أول ما بتيجي على بالنا كلمة السودان، بنفتكر الأرض الخصبة، النيل، الحضارة اللي عمرها آلاف السنين. لكن بالتوازي مع نفس الصورة وللأسف في صورة تانية بتظهر لعدو مرعب اسمه الجوع، سبب موت لملايين الأشخاص. وعشان نعرف ليه الجوع والمجاعات شيء منتشر في عموما في افريقيا او في السودان تحديدا، لازم نقول القصه من اول السطر. ازاي تحصل مجاعات في بلد ان المفروض مليان موارد طبيعيه زراعيه، زي ما قلنا ارض خصبه، ثروه حيوانيه، نيل؟ ليه كل ده ما بيستغلش وفي النهايه بتبقى نتيجه كل الصراعات هي الجوع؟ الغريبة كمان إن نفس القصص دي ونفس المجاعة بتتكرر على مدى عصور بنفس الطريقة وبنفس السيناريو ومفيش حل. ونرجع بالزمن لأكثر من 130 سنة، تحديدا 1888 1306 هجرية. في السنة دي حصلت أول مجاعة، أو المجاعة اللي اتسجلت، يعني اللي اتكلم عنها التاريخ الحديث، واتسمت مجاعة سنة 6 نسبة إلى أنها حصلت في 6 هجرية وكانت في أثناء حكم المهدي. زي أي مجاعة أسبابها بدأت بالجفاف، مفيش أمطار، المحاصيل ماتت، الثروة الحيوانية اللي هي عامل مهم جدا في السودان كمان ماتت. ضيف على ده بقى الصراعات في الوقت ده، كان في صراعات شرسة جدا بين حكومة الإمام المهدي والعثمانيين والإنجليز، ودي أرهقت الناس واستنزفت كل مواردهم، لدرجة إن حتى لو في غذاء في الوقت ده ما بيعرفش، يعني ما بيتوزعش بشكل صح، وبيبقى موجه كله في الحالة دي لخدمة الحرب اللي شغالة، وبالتالي بيترتب عليها المجاعة. المجاعة دي اترتب عليها موت مئات من الأشخاص، ودرجة إن هم بيحكوا إن الناس كانت بتموت، العائلات كاملة في بيوتها كانت بتموت من الجوع. ومجاعة سنة 6 دي اتحولت لشيء مؤلم جدا في التاريخ السوداني، بيتناقلوا الأجيال وبيورثوه لبعض وبيحكوا عنه بشكل يعني متوارث، وإن هو شيء أثر فيهم جدا. الجنوب كله كان بيشوف أطفال بتموت من الجوع، ناس واقفة في طوابير بتستنى الأكل. الأمم المتحدة بدأت تساعد، والإعلام بدأ إلى حد ما يهتم شوية، والناس بتشوف صور صعبة جدا فضلت لحد اللحظة دي مأثرة في وجدان كل الناس. في دارفور الصراع المسلح اللي بدأ في 2003 تسبب في تشريد أكثر من 2.5 مليون شخص من بيوتهم وأراضيهم الزراعية. الناس دي خسرت كل حاجة، المزارع واتدمرت، والقرى اتهدد، ومصادر الأكل بقت منعدمة تقريبا. وهنا المجاعة كانت نتيجة مباشرة للتهجير القسري. المجاعة من أسباب طبيعية وصراعات، إلا إن هي في الحقيقة بتكون إن بسبب مهم قوي، وهو إن فشل الإنسان في إنه يلاقي حلول سياسية عادلة أو يوفر الأمان والاستقرار لمنطقة معينة. الجوع موجودة في السودان وفي الصومال وفي دول إفريقية بالشكل ده. ليه ما بنحسش قوي إن إحنا بنشوفها كتير أو بنسمع عنها كتير؟ هل الإعلام بيكون يعني مش واخد باله؟ الحقيقة إن الإعلام في أسباب كتيرة قوي بتخليه ما يركزش على المجاعات اللي في السودان. أول سبب منها هو التكرار، زي ما قلنا إن هي مش حاجة وخلصت، دي مستمرة، عرض مستمر طول الوقت. بتحصل حاجة اسمها الإعياء الإعلامي، يعني مع مرور الوقت المشهد بيتكرر وخلاص الإنسان بيعتاد على صورة الأطفال الهربانين والنازحين واللي عندهم أمراض من الجوع، فبيبدأ خلاص الإعلام عايز حاجات جديدة، عايز يجذب الناس بحاجات جديدة، فبيبدأ يدور على مقاسي وحاجات تانية وبيركن ده شوية. إعلام مش مركز قوي هو التعقيد السياسي. يعني موضوع السودان ده موضوع فعلا معقد جدا، أنا كتير ما بقاش فاهمة مين بيحارب مين، مين مع مين، وده لأن في أطراف كتيرة جدا في الحروب الأهلية وفي الصراعات. القصة دي بتكون صعبة على أي حد مشاهد مش فاهم هو مين بيتخانق مع مين، وصعبة على الشخص العادي زي ما قلنا، صعبة كمان على الصحفيين والمراسلين إن هم يقدروا يوصلوا ويغطوا الأماكن دي، لأنها بتكون في أماكن بعيدة أو مش عارفين يوصلوا لها، فبيكون صعب إن هم يغطوا الأزمة. كان بيحب القصص الواضحة،
زي ما قلنا مش من المعقدة اللي هي بيكون فيها طرف خير وطرف شرير، بتكون واضح مين الطيب ومين الشرير. ده بيكون أسهل للإعلام إنه ينقله. جاب المصالح السياسية، الإعلام دايما بيهتم بالحاجات اللي بيكون فيها مصالح سياسية واقتصادية لدول كبرى. والمجاعات اللي في السودان رغم بشاعتها ورغم ان هي حاجة بتهز ضمير الإنسانية، لكن هي في النهاية مش بتشكل تهديد مباشر لمصالح قوى عظمى زي ما بيحصل في أزمات تانية. وده بيخليها في آخر قائمة أولويات القنوات الإخبارية الكبيرة. قلنا كمان إن الصحفيين صعب يوصلوا للحاجات دي، بيكون صعب كمان على المساعدات الإنسانية والصحافة، وكل ده بيكون مكلف وما بيعرفوش يكتبوا تقارير بشكل جيد. وده بيخلي الإعلام بيعتمد بس إن هو ياخد بيانات من الأمم المتحدة من المنظمات الدولية، لكن الصحفيين ما بيروحوش يغطوا ده بنفسهم. في النهاية المجاعة مش بس بتسرق الأكل، دي بتسرق الأمل من أجيال كتيرة جاية، أجيال بتبقى جاية وعاشت تاريخ من الخوف. بيقول لنا إن رسالة واضحة جدا إن إذا إحنا والمجتمعات ما قدرتش توقف الحروب وتبني سلام حقيقي، هنفضل نشوف نفس المشهد المأساوي ده بيتكرر، وهتفضل السودان معلقة بين الأمل في السلام والخوف من شبح الجوع. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب وتشيروا الفيديو مع أصدقائكم. أشوفكم على خير في الحلقة الجاية من أول السنة.